اوعى تفتكر لما ابنك يكون متربي دي شطاره منك. اوعى تفتكر لما ابنك يكون محترم دي شطاره منك. اوعى تكون متفاهم لما يكون واحد محترم وابنه مش متربي ده تقصير منه. لا 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 لا, لا. انت غلبان قوي، انت مسكين. سيدنا يعقوب كان نبي وولاده اولاد نبي، وشوف عملوا ايه في سيدنا يوسف. شوف عملوا في سيدنا يوسف اخوات. سيدنا نوح كان نبي وابنه كان عامل ايه ومات ازاي كلنا عارفين، غرقان. اول جريمة حصلت على الكرة الارضية كانت بين 2 اخوات، وكان الاب والام سيدنا ادم وسيدنا حواء. لما انت يكون ابنك محترم ده دي هبة، خلي بالك، اقسم بالله هبة من عند ربنا. اوعى تفتكر اللي انت البت التوت، لا 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 لا، انت كده تبقى مسكين، تبقى غلبان. لا 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 لا، ده ربنا، دي من ربنا سبحانه وتعالى، دي هبات كده. العيل يبقى محترم من عند ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي يقول لك يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم، ده حقيقي. هتلاقي في ناس ما بيركحهاش ولا يعرف حتى القبلة مكانها فين، وابنه طالع بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وتلاقي واحد شيخ وبيدي خطب في الجامع واللي وابنه يطلع يعني ما اقولكش. ومت انت اوعى تفتكر لا شطاره منك، قول الحمد لله، الحمد لله اللي عافانا من اللي ابتلى بيه غيرنا. والله يكون عندك ابنك محترم كده، قول الحمد لله اللي عافانا من اللي ابتلى بيه غيرنا. يا حبيبي دي مش شطاره منك ولا جدعنه، دي هبات من عند ربنا سبحانه وتعالى. واحمد ربنا وبوس ايدك وش وظهر لما ابنك يطلع محترم. ولما يطلع ابنك مش محترم او ابن جارك مش محترم، ما تلومش على جارك، ما تلومش عليه. انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. التربيه دي والاخلاق انت بتعمل اللي عليك، بس الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. بقول لك اهو اولاد انبياء ابن سيدنا نوح ابنه، ولاد سيدنا يعقوب عملوا في سيدنا يوسف. لما في البص صورة كاملة في القرآن الكريم عن اخوات سيدنا يوسف واللي عملوه في ابوه. قابيل قتل اخوه هابيل، قتله، واول جريمة في الدنيا. اوعى تفتكر نفسك ناصح، احمد ربنا وبوس ايدك وش وظهر. ربنا اللي بينبت لك ابنك صالح او طالح، واحمد ربنا. وكلنا في اختبار ودنيا وهتعدي. واوعى تشمت في واحد ابن قليل الادب، بدل ما ربنا سبحانه وتعالى يعافيه ويبتليك بابنك اللي كان صالح يطلع زي ابنه اللي انت بتتريق عليه. اللهم عافينا من اللي ابتليت بيه غيرنا. صباح الفل، ربنا يهدي اولادنا جميعا، امين.